مساكم الله بالخير جميعا. أول شيء الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله العشر اللي مضت من رمضان، والله يعيننا وياكم إن شاء الله على ما تبقى إن شاء الله، ويجعله في ميزاننا جميعا يا ربي. الموضوع اللي أبغى أتكلم فيه صراحة أنا ما كنت أبغى أفتحه ولا أشارك فيه، لأنه كان ما بين الجماهير وفي السوشيال ميديا، ولكن الآن أعتقد أنه انتشر بشكل كبير، اللي هو تكلم فيه لاعبين سابقين، تكلم فيه إعلاميين، تكلم فيه برامج. فأنا أعتقد من حق نادي الهلال علي أنا كلاعب سابق أني على الأقل أدلي بدلوية يعني، وأقول رأيي وأرد على بعض الحكايات اللي انقالت. الموضوع وأشكر زملائي طبعا، البعض من لاعبي الهلال اللي شاركوا في هذا الموضوع. الموضوع طبعا يتكلم عن شيطنة الهلال اللي صايرة في الوقت من تالي، يعني التحكيم مع الهلال، الدعم فقط للهلال. الهلال كم كرت أحمر يصير للفرق ضده، كم بلنتي يصير للهلال، ليش الهلال 29 مباراة يصير يفوز ولا يخسر، وهذا كله علشان الهلال. هذا كل يعني أول شيء أنا مستغرب، حسستوني إن أول مرة يصير هالشيء، إن الهلال يكون هو المتسيد. الهلال دائما هو البطل، الهلال دائما هو محطم الأرقام القياسية، الهلال دائما هو الواجهة المشرفة، مع احترامي لكل الفرق، ولكن هذا واقع يا جماعة. إذا بتتكلم عن عدد البطولات، الهلال أكثر، وهذا رئيسنا الحين ما شاء الله تبارك الله بكل قوة قلب قاعد يطالب بالتوثيق اللي تأخر. عنده بطولاته كلها بالصوت والصورة المتحركة كذلك، يعني فيديو باسم الحكام، باسم اللاعبين اللي لعبوا المباريات، باسم حتى دكة البدلاء، الشخصيات اللي توجت الفريق، حتى الظاهر حتى اسماء الجمهور الظاهر عندنا. كلنا واثقين في هذا الموضوع، يعني احنا ناس واضحة. لكن الإجماع، مش الإجماع يعني الإجماع على شيطنة الهلال، ليش؟ طب حتى احنا نقدر نتكلم على أمور ما حسبت لنا، سواء كانت من كرة حمر أو حتى من بلنتيات، بس احنا مو بديدنا هذا، احنا ما نتكلم، احنا عندنا المستطيل الأخضر نقدم فيه ونفعل، بس هذا اللي حاصل. وش اللي ليش الهلال كل مباراة بلنتي؟ عطني حقي بلنتي. انا 75% سواء فريق كبير او فريق صغير، انا مسيطر على المباراة والعب داخل 18، طبيعي بتحصل مثل هذه بلنتيات. اذا كان بلنتي واحد انحسب لي في المباراة، ترى اكيد الغيرها اثنين ما انحسبت ولا تكلمنا. الكروت الحمراء يكسر رجل اللاعب بكل القوانين، وكل الحكام يقولون كرت احمر، وما تبغون يعطي كرت احمر. لانه ليش يعطي الهلال كرت احمر؟ ليش؟ كيف يعني ليش؟ حقي. اذا بنتكلم اللي لنا ولا اللي علينا، الهلال في الموسم هذا ب 29 مباراة فوز، الفرق اللي ضده اخذت 3 كرت حمراء. كم فريق قبله ما حد تكلم عليهم؟ ليش؟ لانه مو بالهلال اللي قاعد يفوز على كل احد ذهاب واياب، لانه مو بالهلال اللي قاعد يحطم الارقام. فاصبحت الكرة الحمراء حرام على الهلال، ولكن حلال للفرق الاخرى انها تستفيد من هذه الكروت. ليش؟ الهلال دائما وابدا والكل يعرف انه اللي دائما مستحوذ على الكرة، دائما فيه يعني نسبة إن وجوده وتواجده داخل 18 كبيرة جدا في المباراة. فحدوث مثل هذه الأخطاء طبيعيا يكون في ضربة جزاء. وقلت لكم إذا في بلنتي تأكدوا إن في 2 ما انحسبت، إذا في كرت أحمر تأكدوا إن في 2 زيها. في مباريات قريبة، مباراة الحين نتكلم عن مباراة الاتحاد إيش؟ سلطان فرحان مع سالم الدوسري كرت أحمر، أحمد الغامدي مع كوليبالي كرت أحمر، ولا تكلمنا، ما قلنا شيء. قانون ما بعد ما بيد حيلة زي ما يقولون. ولكن إذا بيأخذ الموضوع على الهلال سالفة أن الهلال على طول مساعدات مع الهلال، فيه أيادي تساعد وش الأيادي؟ وين الأيادي؟ طلعت لكم الأرقام من بداية الدوري إلى دوري المحترفين إلى اليوم. الهلال ما هو بالأول ولا هو الثاني ولا الثالث ولا الرابع في الاستفادة من هذه الأمور، ولا تكلمتوا ولا قلتوا شيء وتخالفون هذه الأمور. يا جماعة انتوا عارفين وانا عارف والكل يعرف، الهلال قوي جدا، الهلال فارق بمستواه. الدعم كيف يعني؟ الهلال ما تكلم على الدعم اللي كان للأندية اللي سددت ديونها، وانتوا
يعرفون الأندية اللي سددت ديونها والهلال ما تسدد له شيء، لأنه منضبط وماليا كان يعني مكتفي يسدد رواتبه ولا عليه ديون ولا عنده مشاكل في الفيفا ولا أي شيء. الأندية الثانية دعمت وسددت قبل الدعم اللي جاء الأخير ودخول الصندوق في الكرة ولا تكلمنا. ليش احنا ما نحسب هذيك؟ ليش ما تحسب؟ ومن اللي قال لكم ان الهلال أكثر دعم؟ الهلال أحسن اختيار، الهلال منظومة، الهلال يعرف كيف يسير الأمور، يعرف كيف يكون بطل. هذه ثقافة. ترى مو معناته انك انت تجيب الأسماء الكبيرة والأفضل وما أدري إيش انك انت تكون قوي البطل. لا، الكرة غير، الكرة تخطيط، الكرة عمل، الكرة انضباط، الكرة انتظام، الكرة طموح. هذا إرث يملك لاعبي الهلال ونادي الهلال. الحكاية وما فيها، وهذه رسالة موجهة لجماهير الهلال، الحكاية وما فيها بعد كل هذه النهضة والثورة الرياضية والدعم الكبير لأنديتنا في السعودية، توقعوا الكثير بأنه يكون في تقارب في المستويات أو حتى في التنافسية، ولكن ارتفع مستوى كل الفرق والهلال ازداد قوة، وكأن الهلال كان يبحث عن منافسين. هذا اللي تغير، ترى أنها زادت قوة الفرق، الهلال زادت قوته. الهلال ما كان عنده ترى، ولا زال الآن يلعب الهلال من غير FIA. نيمار جاء ما لعب إلا 3 مباريات أو 4 مباريات وصيب، والهلال قاعد يتطور ويثبت نفسه الأفضل. فهذا كل الحكاية اللي قاعدة تصير يا جماهير الهلال علشان يتم سحب الهلال من المستطيل الأخضر إلى خارج المستطيل الأخضر. ما قدروا عليه في الملعب، يبغون يشغلونه ويطلعونه برا الملعب، وهذا صعب جدا، لأن احنا الحمد لله تعودنا تاريخ الهلال دائما إدارة واعية ولاعبين محترفين واعيين. تركيزنا داخل الملعب، لا ننجرف وراهم، لا ننجرف، يقولون اللي يقولونه، احنا نعرف نادينا ونعرف احنا وش نسوي ومستمرين اللهم لك الحمد. هذا المهم. فلا يعني تهتز ثقتكم في شيء، لا تطوعون أي أحد يتكلم أو يقول أو يشككون بسلامتهم، يقولون اللي يقولونه. احنا تركيزنا في الملعب، احنا نحترم رأي كل أحد، ما نغلط على أحد، بس لا حد يجيب سيرتنا بمعلومات مو بصحيحة، معلومات خاطئة، أمر مو بصحيح. الهلال متفوق على الجميع، على آسيا. أنت تتكلم عن وصيف العالم، اللي يتكلم يقول لك يعني برشلونة ولا مدريد ما سووا هذا الرقم. برشلونة ومدريد عندهم منافسين في أوروبا، الهلال ما عنده منافس في آسيا، ولا هو بغرور. هذه ثقة وهذه حقيقة وواقع من خلال الميدان. حكام تبغون حكام أجانب، جابوا أجانب وفزنا، جابوا محليين وفزنا، جابوا من أوروبا فزنا، جابوا من أمريكا فزنا، جابوا من وش باقي أعضاء مجلس إدارة الفرق الأخرى هي اللي تحكم مبارياتها وحنفز. فإحنا تركيزنا في الملعب، ركزوا في مشاكلكم وخلونا إحنا نبي نركز في تشريف وطننا في المباريات الخارجية والبطولات الخارجية وفي زيادة بطولاتنا المحلية. جماهير الهلال، شاعرنا فيصل سديري وش يقول؟ فوز أنت وخل غيرك يعدون. فإحنا بنفوز ونخلي غيرنا يعدون.